حبايبي الحلوين، كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت صغيرة اسمها لولي، كانت دايما بتنسى طلبات مامتها، وكانت دايما بتتلخبط ومش بتركز. مامتها عايزاها تركز وما تتلخبطش، فقالت لها: لولي يا لولي، نعم يا ماما. عاوزاكي تنزلي تشتري لي طلبات. حاضر يا ماما. لولي ركزي، اوعي تنسي يا لولي. حاضر يا ماما. طيب يا لولي، ليكي مكافأة كبيرة جدا لو ما نسيتيش الطلبات. بجد يا ماما؟ بجد يا لولي. ولولي أخدت الفلوس ونزلت على طول، وهي ماشية قابلت صحابها وهم بيلعبوا. لولي نست الطلبات ونست كل حاجة ووقفت تلعب معاهم. وبعد فترة اكتشفت إن الفلوس مش في جيبها، وإن هي ضيعت الفلوس. ولولي قعدت زعلانة ومش عارفة تعمل إيه. وكان في واحدة ست كبيرة كانت واقفة بعيد، وكانت شايفة لولي زعلانة وعمالة تعيط. قوليلي يا حبيبتي، مالك واقفة بعيد كده ليه وشكلك زعلانة؟ أنا ضيعت فلوس ماما. طيب بصي يا حبيبتي، عاوزاكي تركزي كويس جدا. احنا الاتنين هندوروا على الفلوس دي وقع في الأرض، لأن أنا كنت شايفاكي بتلعبي مع صحابك، وأكيد وقعت منك في أي حتة في الأرض. ماشي ماشي، هندور عليها. وبعد فترة لقوا الفلوس الحمد لله، ولولي فرحت جدا وجابت لمامتها كل الطلبات وروحت على البيت. ولولي من ساعتها اتعلمت الدرس، وبقت دايما تركز في طلبات مامتها، وحتى لو شافت صحابها بيلعبوا كانت برضو بتروح تجيب طلبات مامتها، وبتركز في كل طلب مامتها بتقوله. ومامتها بقت مبسوطة بيها جدا. وانا عايزاكوا كلكوا تركزوا في طلبات ماما وما تنسوش اي حاجة، وتكونوا شاطرين. واشوفكوا الحلقة الجاية. مع السلامة. مع السلامة.